السلام عليكم، عاملين ايه؟ خلص كاس العالم وخرج الاهلي من المجموعه الاولى. مش مشكله، مش دي مشكلتي خالص، ولا عندي مشكله مع فكره ان احنا خسرنا كاس العالم، ولا اللي عايزين يصدروا لنا احساس ان احنا خسرنا كاس العالم. كنا رايحين ناخد اصلي واحنا خسرناه. انسى الكلام ده خالص. هنتكلم فني بس، ملناش دعوه بالمكايدات ولا لنا باي حاجه بالكلام ده. هنتكلم فني. اخيرا تراجع ريفيرو عن افكاره المركبه المعقده اللي كان بادئ بيها اول ماتشين. الله اعلم بقى، هو كان مضطر يعمل ادوار مركبه لبعض اللعيبه عشان اصابه امام عاشور، ولا هي دي اصلا دماغه من الاول؟ تراجع عن افكاره ولا بدا يتعرف على امكانيات لاعيبته؟ في الحالتين انا المستفيد. محصله الكلام ان هو خلاص ابتدى يلعب بطريقه صريحه 4-2-3-1 بشكل صريح، من خلال الاعتماد على زيزو في مركز 10 وحسين الشحات كجناح يمين وتريزيجيه في الجناح الشمال، واثنين في نص الملعب. حمدي لعب 6 ومحمد بن رمضان لعب 8. الطريقه اللي ان شاء الله بعوده امام من الاصابه هيكون هو مركز 10، وزيزو يروح للجناح اليمين، وتريزيجيه او بن شرقي يكون جبهه شمال، وديانج يخش في التشكيله مكان حمدي فتحي لما يكون هو رجع فرقته. اعتقد ده هيكون الشكل المثالي للسكواد بتاعنا في الوقت الحالي. ولكن كان في كارثه ناحيه اليمين بتحصل، مشترك فيها هاني وريفيرو وحسين الشحات. اولا قدرات محمد هاني اللي مش قادر يقف حتى لما يكون 1 على 1. ثانيا ريفيرو اللي لمده 60 دقيقه شايف هاني بيتمرمط حتى لو موقف 1 على 1، فما بالك هم كانوا بيلعبوا ب2 عليه وريفيرو كان قاعد بيتفرج عليه لمده 60 دقيقه. وده اللي هيودينا لثالثا. ثالثا حسين الشحات. ريفيرو كان معتمد ان في جناح يمين اسمه حسين الشحات بيلعب قصاد محمد هاني الباك اليمين، واكيد معتمد عليه ان هو ينزل يساعده في حاله ان لما يكون في 2 على 1. لكن الشحات كان واقف بيتفرج على هاني وسايبه يتمرمط لمده 60 دقيقه، فدي كانت غلطه الشحات وغلطه ريفيرو اللي هو شايف المنظر ده لمده 60 دقيقه تقريبا وما تدخلش. الى ان الوحي جاله الحمد لله وراح منزل عمر كمال عبد الواحد مكان حسين الشحات، وده هيودينا لمنطقه ثانيه اللي هي منطقه بروفايل اللعيب او خصائص اللاعب. ما انا مش منزل عمر كمال عشان هو لعيب كوره وحسين الشحات دكتور سنان ولا لعيب هاندبول، لا، في حاجه اسمها بروفايل اللعيب نفسه وهو واقف في وسط الملعب. مش كل حاجه المدرب بيبقى قايلها له. انت جناح يمين مطلوب منك تبقى تنزل تساعد الباك اليمين بتاعك، مش اكتر. ولكن اللعيب اللي زي حسين الشحات مثلا كان شايف هاني قدامه عمال يحصل فيه اللي بيحصل وما بيرجعش يساعده. بروفايله كده نزل وينج تاني يمين اللي هو عمر كمال عبد الواحد ببروفايل مختلف وبتعليمات مختلفه، ان هو كان يبقى زي كباك يمين تاني جنب هاني يساعده عشان يقدروا يسدوا الثغره والجبهه اللي كان معتمد عليها مدرب بورتو من الناحيه الشمال اللي هي يمين الاهلي، واتحلت بنزول عمر كمال. وبالعكس كمان بقى منظرنا الهجومي احسن. حمدي اتصاب وديانج قام يسخن. ما عنديش اي مشكله ان ديانج يلعب مركز 6 مكان حمدي فتحي، بل بالعكس هيتفوق على اي حد من حيث الانقضاض والاختراق وافساد الهجمات. هيكون في مشكله واحده بس، وهي في البيلد اب. ديانج مش هينفع تعتمد عليه في انك تعمل بيلد اب من تحت. ديانج ما بيعرفش ينزل يستلم الكره من الاثنين مساكين، عنده مشكله كبيره لما بيدي ظهره للملعب وينزل يبص للمساكين بتوعه. لما بيجي يستلم الكره ما بيبقاش شايف مين جاي في ظهره، ودي وقعتنا في مشاكل كبيره من ايام ما كان لسه في الاهلي قبل ما يحترف، من ايام موسيماني. افتكر ماتش الرجاء هناك، افتكر ماتش ريال مدريد، ماتش فلومينينزي. بس خلينا مش هنقعد نحاسبه على ماتشات زي فلومينينزي وريال مدريد وكاس عالم، مع ان ده خلاص اصبح ده المستوى اللي انت بتلعب فيه. والمشكله ان النقطه اللي بتكلم فيها دي اللي هي حته انه ما يبقاش شايف مين جاي وراه، دي اهم نقطه لازم تبقى عند اللعيب اللي بيلعب على الدايره في العالم كله. فعايز يا سيدي تلعب بديانج 6 العب بيه، ما عنديش اي مشكله، لكن ما تعملش البيلد اب معتمد على ديانج. هتضطر تسحب اللعيب رقم 8 هو اللي ينزل يستلم الكره من المساكين، واللي في الحاله دي بطبيعه الحال هيبقى محمد علي بن رمضان، او بالتناوب مع اللعيب مركز 10 اللي ان شاء الله لما امام يرجع بالسلامه هيلعبه هو. لكن تعمل بيلد اب معتمد على ديانج مش هينفع. اي نعم الطريقه هتبقى متعبه شويه لرقم 8 ورقم 10 ان هم هينزلوا لتحت قوي عشان يستلموا الكوره ويطلعوا، لكن ما عندكش حل غير كده عشان ما تخسرش لعيب زي ديانج اللي وجوده في الملعب مهم جدا، لازم يكون موجود ديانج. ولكن زي ما قلت ما ينفعش اعتمد عليه في البيلد اب. اجمالا ريفيرو بدا يفهم لعيبته، بدا يعرف زيزو اوله ايه واخره ايه، بدا يعرف بن رمضان ممكن يضيف له ايه، حاول يجرب حسين الشحات وينج يمين صريح من غير ما يخليه يضم للقلب الطريقه اللي كانت خانقه زيزو في الماتشين اللي فاتوا. وده الكلام اللي كنا بنقوله للناس اللي اتسرعت في الحكم على المدرب في خلال الماتشين اللي فاتوا، او التسرع في الحكم على المدربين بشكل عام. المدرب جاي لا يعرف زيزو من ميزو من شحات من فقير من غني، ما يعرفش اي حد، جاي على الله ولازم يجرب عشان يشوف مين ينفع ومين ما ينفعش. ماتش بورتو ده اللي عجب الناس كلها ده كان رابع ماتش للمدرب. تخيل بقى لو رابع ماتش للمدرب ده كان يبقى ماتش انتر ميامي اللي هو اول ماتش في البطوله، اكيد كان الكلام اختلف. الاهلي بقى سريع جدا في التحولات ما شاء الله،
من النوادر ان الاقي فريق مصري بيقدر يتحول بالكرة في لحظة كده، في لحظة ما الكرة تتقطع من الخصم تلاقي كمية جري بعدد لعيبة وبسرعة بشكل غريب. الاهلي بيدافع بالاربعة بتوع خط الظهر ومعاهم الاتنين بتوع نص الملعب، وبيهاجم بالاربعة اللي في الهجوم اللي هما وينجين وعشرة ومهاجم صريح، ومعاه برضو الاتنين اللي بتوع نص الملعب. طريقة اشبه ب4-2-4. لذلك في اساطير عاملين نفسهم اساطير ممكن جدا ما نشوفهمش الفتره الجايه ومش هيشموها لو ما ظبطوش نفسهم، وعلى راسهم قفشه. في نواقص في الفرقه، في نواقص في الفرقه. في مراكز واضحه زي الشمس محتاجه تدعيمات، في مراكز واضحه زي الشمس محتاجه تدعيمات. بس كل ده تقدر تحدده امتى وتجيب مين وتمشي مين لما المدرب نفسه يستقر خلاص هي دي الطريقه اللي هقدر امشي بيها بالسكواد اللي معايا ده، فانا بس ناقصني فلان وفلان في المركز الفلاني والفلاني، هاتوهم لي عشان ابقى كده خلاص مش محتاج حاجه واسالوني بعد كده. بشكل عام مكاسبنا من البطوله كبيره جدا، اولها كسر الحاجز النفسي اللي بينك وبين فريق اوروبي انت ماسكه 90 دقيقه عمال انت اللي تسجل وهو يتعادل معاك، وبتضيع 90 فرصه تاني فوقيهم. انت كمان كسرت الحاجز النفسي عند الجمهور. انا سامع واحد قبل الماتش بيقول انت بس تكسب بورتو 2 وتعدي. انت سامع نفسك يا اهلاوي؟ الفرق اللي زي بورتو وروما وبنفيكا وريال مدريد، الفرق دي كنا بنحفى وراها عشان يرضوا ياخدوا فلوس وييجوا يلعبونا ماتش ودي عشان عندنا افتتاح حاجه ولا مئويه ولا كاتب كتاب حد ولا بتاع. لو حاجه واحده بس هلعنها هي الظروف اللي خلت المدرب اللي كان ماشي معانا بقاله 3 سنين ماشي كويس جدا يجي قبل البطوله بشهرين يخرف، فانت تضطر تمشيه، فما تلحقش تجيب مدرب تاني بوقت كافي يبدا يتعرف على الفرقه قبل البطوله الرسميه. دي الحاجه الوحيده اللي هقدر الوم عليها، غير كده انا مش عارف الوم على اي حد. عندي كلام اكتر من كده بكتير، والحدث يستاهل اكتر من كده بكتير، وانا فرحتي بالبطوله وبشكلنا في البطوله وبكل اللي شفناه في البطوله يستاهل كلام اكتر من كده بكتير. خلينا نعمل فيديوهات تانية مختلفه، وفي كل فيديو نتكلم عن حاجه شكل، واللي يضايقنا هنتكلم عنه، واللي عجبنا هنقول في تحسن في الحته الفلانيه، ونرصد كل حاجه كده اول باول ان شاء الله. سلام.